بص بقى حلاوه الانجليزي، الكلمه دي بتتنطق ازاي؟ ear, الله ينور عليك. حط لها بقى بي في البدايه هتبقى beer, ايه يا عم؟ في إيه؟ احنا هنهزر. اسمها bear. طب لو حطينا لها دي في النهايه على نفس النمط بقى، ها؟ beard, beard لحيه. في ايه يا عم؟ تاني عشان انت مش مركز معايا. okay, دي قلنا بتتنطق ايه؟ bear, عاش اهو. لو شلنا البي بقى وحطينا اف هتبقى fair, fear خوف. طب لو شلنا الاف وحطينا على نفس النمط حطينا بي هتبقى peer, pair. ما زي اللي فوق بالظبط حرف البي، هي. لا حول ولا قوه الا بالله. تاني احنا قلنا دي بنقولها ازاي؟ ear, الله ينور. نحط لها بقى اتش في البدايه هتبقى be hair, here. طب نحط لها دي بقى في النهايه هتبقى heard, heard. اذا دي هتبقى hurt, heart قلب. عارفين الموضوع ده بيفكرني بايه؟ واحد امريكي بعلمه يتكلم عربي، فاحنا في المحاضره بقول له مش لازم تذاكر كل اليوم، راح لقيته بيقول لي هو انت مش قايل لي اعمل روتين كل يوم؟ فراح قلت له بقول لك كل اليوم مش كل يوم. لقيت الراجل يعني صعب عليا وقال لي كده بالظبط. اللغة العربية صعبة. عشان كده مش صح ابدا تبدا تتعلم اللغه بقواعد النطق. يا عم اتكلم ومارس اللغه الاول وهتلاقي نفسك بتتعرف على الصوتيات لوحدك. لو حفظت الصوتيات زي اسمك صم لا يعني بالضروره ابدا انك تتكلم انجليزي سليم. اصلك رايح تطبق لي صوتيات في لغه اغلب قواعدها اصلا شواذ. انت متوقع ايه؟